خلي بالك اوعى توزن نفسك قبل ما تعرف شويه الغلطات اللي انت بتعملها دي، ودايما بتخلي النتيجه مش مظبوطه. انا ابراهيم سيد، اخصائي تغذيه، ويلا بينا اقول لك ازاي توزن نفسك صح. بس ما تنسناش بلايك يا صديقي. اول حاجه ان انت كل مره لما بتيجي بتوزن بيكون على ميزان مختلف، ده غلط طبعا. انت المفروض توزن على نفس الميزان كل مره وفي نفس المكان، عشان ساعات الارض بتكون مش متساويه تاخد نتيجه مظبوطه. تاني حاجه ان ساعات بتلاقي ناس كتير لما بتيجي بتوزن بتبقى لابسه هدومها عادي او هدوم تقيله كمان، وساعات كوتشي. ايوه انا شايفك انت اللي عمال تضحك، لان كل ده بيحصل قدامي اصلا. تالت حاجه بقى ان في ناس ساعات بتبقى قاعده بالليل كده وتقول اما اقوم اوزن بقى. انا عايزك انت اللي تقول لي بقى، تفتكر انت بعد الاكل طول اليوم وشرب الميه النتيجه تطلع مظبوطه؟ مش عارف انا. كمان في ناس بتلاقيها بتوزن بعد التمرين او تاكل وجبه كده حلوه كده وتقوم رايح وازن، يقول لك اما اشوف زدت قد ايه. كل ده غلط طبعا. تفتكر ايه الصح؟ تعال اقول لك بقى. اول حاجه حاول توزن نفسك كل اسبوع او اسبوعين عشان تلاقي نتيجه كويسه، مش كل يوم كده تروح طالع على الميزان وتوزن. ما اكيد مش هتلاقي حاجه، تاخد تحبط بقى وتيجي تقول لي انا منقص في الوزن مش عارف ليه. ما اكيد، ما انت كل يوم بتوزن، ما هتلاقي ايه يعني. استنى اسبوع او اسبوعين كده وشوف، وبلاش كمان توزن كل شهر كده، لان انت هتبوظ طول الشهر وتيجي اخر اسبوع او اخر 5 ايام كده خلاص بقى دماغك يأنبك بقى وتقول ايه اما التزم بقى شويه دول. مش ده بيحصل ولا ايه؟ قول لي في الكومنت. تاني حاجه بقى حاول توزن نفسك كل مره في نفس الميعاد، اول ما تصحى من النوم بعد ما تخش الحمام. كون هدوم خفيفه خالص يعني عشان ما تاثرش على الوزن وتكون وزن مظبوط الى حد ما، او توزن كل مره بنفس اللبس. ونصيحه مني بقى حاول ما تعتمدش على الميزان العادي ده، خليك في الانبادي او تاخد مقاساتك، ده هيكون افضل، هتحس بنتيجه احسن، لان انت ممكن فعلا يكون وزنك ثابت شكل جسمك نفسه بيتغير. قول لي بقى في الكومنت كنت بتعمل انهي غلط في دول. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.